ادعوا لمصر تعيش وتعيش، وتحية للشعب المصري والقوات المسلحة وشرطتنا الباسلة، وصورة حضارية جميلة لعرس ديمقراطي مصري أثبت للعالم كله قد إيه مصر بلد عظيمة بشعبها وبجيشها وبشرطتها. تحية للمرأة المصرية، الحقيقة حسمت يعني موضوع الاستفتاء، وكان ليها صوت ودعم كبير جدا وتواجد وحضور قوي جدا في لجان الاستفتاء. ويمكن استوقفتني جملة جميلة قوي سمعتها من إحدى السيدات المصريات في إحدى اللجان، بتقول إحنا بندعم جيشنا وشرطتنا وواقفين في ظهرهم زي ما هم واقفين في ظهرنا، وبنحميهم زي ما هم بيحمونا. النهاردة طبعا وعلى مدار اليومين 14 و15 قناة القاهرة الفضائية قدمت لحضراتكم تغطية شاملة وكاملة ومتنوعة من كل لجان الاستفتاء، وكان الحقيقة في أداء رائع لمراسلين قناة القاهرة في كل اللجان، وقدموا لنا تقارير حية رائعة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان بالفعل تم إغلاق الصناديق وعملية الفرز بتتم الآن إن شاء الله، والنتيجة هتظهر قريبا. في البداية برحب بحضراتكم وعلشانك يا مصر، وكل اللي بنعمله ده أكيد كمصريين علشانك يا مصر. في البداية قبل ما نبتدي مع بعض حوارنا النهاردة هنخرج للجنة من رود الفرج ونشوف آخر نتائج الفرز الآن. صوت، أما التصويت بنعم فهو 678 صوت بنعم و5 أصوات بلا. أما مدرسة الثانوية بنات رود الفرج وهي كتلة تصويتية 1600 صوت في اللجنة، 81 الأصوات الصحيحة 936 صوت. أما التصويت بنعم فهو 932 صوت بنعم، والأصوات الباطلة هي 4 أصوات فقط. حتى الآن هذا ما تمكنا من تجميعه من اللجنة العامة بدائرة رود الفرج، وما زالت أيضا الصناديق تتوالى حتى الآن. زي ما تابعتم مع حضراتكم تقريرنا الحقيقة 5 أصوات فقط يعني قالوا لا من 1700 صوت في هذه اللجنة. وطبعا هيولينا زملائنا من المراسلين بالتقارير الحية من لجان الفرز. النهاردة 52 مليون صوت و742 ألف ناخب ليهم الحق في الاستفتاء على دستور الثورة، تحدوا عنف الإخوان والإرهاب وقالوا مصر فوق كل شيء. اسمحوا لي نطلع لفاصل سريع ونعود مرة أخرى لنبدأ حوارنا مع ضيفنا النهاردة. الحبر ده شرف لكل مصري وحب مصر، ويمكن الحقيقة زي ما شفنا صورة جميلة، وكان دور الشرطة والجيش قوي جدا وتواجدهم قوي جدا، وده ادى الى طمأنة كل المواطنين وكل افراد الشعب اللي من حقهم ان هم يصوتوا في الاستفتاء على الدستور. وايضا وجود الشعب المصري كان اكبر رد على اي ارهاب او تطرف ممكن انه ينال من امن وامان مصر. الحقيقه شبكه مراسلينا ادت يعني وظيفه وعمل هايل جدا، وزي ما حضراتكم بتتابعونا خلال يومين مجموعه من التقارير الحيه المتواصله. الحقيقه بنعرف اخر الاخبار الفرز والاصوات عددها قد ايه، والاقبال شكله ايه، واي فئات عمريه هي اللي كانت الاكثر اقبالا على لجان الاستفتاء. هنتابع مع حضراتكم حالا تقرير بتقدمه لنا مراسلتنا أمنية الشيمي، ونرجع مره ثانيه. الان عمليه فرز الاصوات بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. انا عاوزه اعرف من حضرتك الوقت المتوقع قد ايه تقريبا للانتهاء من عمليه فرز الاصوات؟ يعني مش محدد، ممكن ساعة، ممكن ساعة ونص كده بالكتير بإعلان النتيجة. في حد بيبقى بيعاون من منظمات المجتمع المدني او المراقبين الدوليين؟ أو المجتمع المدني واقفين اهو.
الأمل والرجاء في أن يحمي الدستور مصر المستقبل المشرق لكل المصريين، ونحن الآن في انتظار نتائج فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور. أمنية الشيمي، التلفزيون المصري. طبعا أشرف على الاستفتاء 13867 قاضي في 30,000 لجنة انتخابية فرعية و352 لجنة انتخابية عامة. واحنا زي ما حضراتكم بتتابعوا معنا من خلال التقارير، عملية الفرز دقيقة ومحددة جدا ولا مجال للتزوير أبدا. ويمكن النهاردة الشعب المصري استفتى على دستوره بمنتهى الحرية المطلقة. النهاردة اليوم عدى بسلام وأمان بدون أي منغصات. كان في أمن جيد جدا من قبل القوات المسلحة والشرطة، والناس كانت مطمئنة جدا، والعملية كانت منظمة جدا، وكان في دعم أمني لكل الناخبين. كان في كراسي قدام كل اللجان، استراحات لو طابور طويل لكبار السن أو المعاقين. إن شاء الله يتم الفرز على خير وإحنا متابعين مع حضراتكم. واسمحوا لي أرحب بضيفي سيادة اللواء محمد نجم الخبير الأمني. أهلا بيك يا فندم. يعني بنقول صورة النهاردة مختلفة لمصر وللشعب المصري وعرس ديمقراطي احنا كلنا كنا بنحلم بيه وبنستناه، والمصريين النهاردة نزلوا بإرادة حرة وبكل الحب من أجل أن يقولوا لمصر النعم. والحقيقة أنا في بداية الحديث عايز أحيي الشعب المصري اللي لديه حس وطني، عندما يشعر بالخطر ينتفض. أيوة. ويبهر العالم بخروجه الغير متوقع. فأنا بحيي هذا الشعب على حسه الوطني وعلى شجاعته رغم التهديدات اللي كانت بتروج لها لتعطيل الناس عن الخروج. ودعيني أحيي من هنا من هذا المنبر القوات المسلحة برئاسة الفريق الأول عبد الفتاح السيسي على المجهود الضخم، والحقيقة المجهود الضخم اللي عملوه في تأمين الاستفتاء. أيوة. وبرضو أوجه التحية والشكر لوزير الداخلية سيادة اللواء محمد إبراهيم وإخواتي وزملائي ضباط الشرطة وأفراد الشرطة اللي تضافروا وعملوا ملحمة بالتعاون مع القوات المسلحة لإخراج هذا المشهد الجميل اللي احنا شفناه كله. يعني يمكن الحقيقه تابعنا من خلال التقارير الخارجيه طبعا جوله السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه على مدار يومين في لجان واستقبال شعبي حافل من المصريين، وشفنا صوره جميله لسيده مصريه بتبكي مع ضابطه شرطه مع كتف ضابطه شرطه، وبنقول صلح وعوده لحاله سلام منذ التصالح الجميل بين الشرطة والشعب من 30 يونيو. لكن في البداية طبعا اسمح لي حضرتك نتلقى هذا التقرير ونعرف آخر الأخبار الأمنية من زميلنا مراسل التلفزيون محمد علوي من غرفة عمليات وزارة الداخلية. أهلا بيك محمد. عبير، تحياتي إليك ولضيفك الكريم وفريق العمل الرائع وأيضا مشاهدي القاهرة. معانا اهلا بيك طبعا. معانا سياده اللواء محمد نجم. محمد بيه نجم، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا محمد، ازاي صحتك؟ ازاي حضرتك يا سياده اللواء؟ حضرتك يا فندم راجل جميل، وحضرتك في الخدمه وبره الخدمه ومثل وقدوه. الحقيقه حضرتك طول عمرك وتاريخك في وزاره الداخليه ناصع. الحقيقه شرف لينا انه حضرتك تكون موجود معانا في برنامج علشانك يا مصر. اللواء محمد نجم اللي ما يعرفش من أكثر لواءات الداخلية احتراما ومن أكثر لواءات الداخلية كفاءة. شكرا يا حماده، والله وانت كمان من أحسن المذيعين وأحسن المراسلين اللي يعني بيدخلوا قلوب الناس يعني. جميل. زميلنا محمد قول لي آخر الأنباء عندك إيه؟ وإحنا طبعا في اليوم الثاني للاستفتاء تكلمنا بشكل سريع كده عن حصاد سريع لليوم، وواضح إن اليوم عدى بسلام، وآخر الأخبار عندك إيه عشان نطمئن إحنا والمشاهدين؟ عبير، يعني سريعا خطة وزارة الداخلية اليوم اعتمدت على 3 محاور. المحور الأول هو تأمين عملية الاستفتاء على الدستور أمام اللجان ومقار عملية الاستفتاء على الدستور، ونجحت بنسبة 100%. المحور الثاني هو
تأمين عملية الفرز داخل اللجان الفرعية. كما تعلمي أن عملية الفرز بتتم داخل اللجان الفرعية. بيتم بعد ذلك انتهاء السادة القضاة من عملهم وتسليم صناديق الاقتراع إلى القوات الأمنية. وهنا يأتي المحور الثالث من خطة وزارة الداخلية، وهو وصول هذه الصناديق، صناديق الاقتراع، إلى مراكز الحفظ. السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمر بزيادة القوات في أثناء عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز الحفظ. اليوم سريعا يعني الأحداث الحقيقة، بعض التجاوزات من عناصر هذه الجماعة الإرهابية. في تمام الساعة الثالثة تجمع بما يقرب من 100 شخص من أنصار هذه الجماعة الإرهابية، محاولة منهم لقطع الطريق أمام ميدان عبد المنعم رياض. الأجهزة الأمنية تعاملت معهم سريعا وتم إلقاء القبض على 20 كان بحوزتهم أسلحة نارية. أيضا في تمام الساعة 4:30 وتجمع ل200 من أنصار هذه الجماعة الإرهابية بمنطقة روكسي، قاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على الأهالي، أدى ذلك إلى إضرام النيران في كشك تابع لمرور روكسي. تم إلقاء القبض على 35 من العناصر الإخوانية الإرهابية، كان من بينهم 4 حوزتهم 2 فرد خرطوش وكمامات خاصة بالغاز وطلقات فارغة. تمام. محمد، دلوقتي طبعا عارفين ان عمليات الفرز بتتم بدقة شديدة جدا. برضو ازاي بيتم تأمين اللجان؟ طبعا اللجان دلوقتي ما فيهاش ناخبين، فارغة من الناخبين، لكن موجود فيها القضاة والقائمين على عمليات الفرز. تقول لي التأمين شكله ايه دلوقتي عند هذه اللجان، خصوصا في المناطق اللي كان فيها اشتباكات طفيفة او بسيطة؟ خارج اللجان في تواجد لتسجيلات من الأمن المركزي ومجموعات من التدخل السريع التي ستقوم بنقل صناديق الاقتراع فور انتهاء السادة القضاة من عملية الفرز. جميع عملية التأمين الخاصة بوزارة الداخلية هو تأمين المقار من الخارج. حتى هذه اللحظة بعض عمليات الفرز بتتم في بعض اللجان. رجال الشرطة بيتواجدوا في خارج اللجان، لن يسمح بانتظار سيارات امام اللجان. عمليه التنقيط من قبل خبراء المفرقعات مستمره. جميل جدا. زميلنا مراسل التلفزيون المصري بوزاره الداخليه محمد علوي، بنشكرك جدا وهنوالي الاتصال بيك لو في جديد ان شاء الله. ونعود مره اخرى لضيفنا اللواء محمد نجم الخبير الامني. وحضرتك يعني النهارده اليوم عدى على خير، رغم ان بالامس كان في بعض المناوشات البسيطه وسقوط 11 ضحيه الحقيقه، لكن الناس كانت متوقعه النهارده هيكون اصعب، لكن كان يوم سهل جدا على كل المصريين. عايزه برضو حضرتك تكلمني عن تصويت الوافدين والإقبال الشديد منهم، وده طبعا تعديل جديد الحقيقة يعني سهل عملية الاستفتاء لكثير من المصريين. أكيد طبعا. أنا بس كنت عايز أعلق على المشهد اللي حضرتك قلت عليه بس الأول قبل ما نطلع مع الأستاذ محمد علوي، اللي هو مشهد وزير الداخلية لما كان مع الناس ومع الضابطة اللي كانت بتحضن واحدة وهي بتعيط معاها. بس بأؤكد على فشل خطة الإخوان اللي عملوها لزرع الكراهية من أول يوم 25 يناير ما بين الشرطة وبين المواطنين. فهذا المظهر أو هذا المنظر بيدل على فشل هذه الخطة، وإن الناس فهمت الحقيقة وفهمت إن الشرطة هي الشرطة بتاعتهم وشرطة بتحميهم، وإن هم كانت مؤامرة مفتعلة والحمد لله يعني عادت المياه لمجاريها زي ما احنا شايفين اهو. وكشف المستور. الحقيقة تصويت المصريين اليوم ملحمة جميلة جدا، رغم بعض الأحداث العنف البسيطة اللي كانت بتحصل، لكن الحقيقة ده في جهد كبير جدا من جهات الأمن سواء القوات المسلحة أو الشرطة. وهناك حاجات كتيرة قوي على فكرة يعني تم ضبطها ولم يتم وسيتم الإعلان عنها بعد نهاية العملية الانتخابية، لأن طبعا ما كناش عايزين نخوف المواطنين من عشان نقول بس إن الشرطة عادت وعادت بقوة ولديها معلومات ولديها أدواتها
بس احنا مش كنا في الفتره دي كانت عايزه ناس تطمئن وتخرج. اكيد طبعا، يعني هي برضه عمليه تكتيكيه ان لا يتم الاعلان عن كل احنا كنا الارهاب اللي كان متوقع في هذه الفتره او تم ضبطه بالفعل علشان الناس تطمئن وتقدر تنزل تدلو بيه. وانا باؤكد ان خلاص هو التنظيم في خلاص في لحظاته الاخيره، وخلاص النهارده ان شاء الله باعلان النتيجه تكون النهارده شهاده الوفاه ان شاء الله مصر امنه دائما سياده اللواء. حضرتك تكلمني برضو من خلال متابعتك للتقارير الخارجيه النهارده والصور الحيه من لجان الاستفتاء، انت شايف ايه الفئات اللي كانت اكثر اقبالا على الاستفتاء النهارده؟ هل هم رجال ولا نساء ولا شباب ولا كبار السن؟ والله في كانت ملحمه كبيره قوي، كل الناس الحقيقه شاركت. طبعا في تواجد واضح قوي للمرأة من أمس، والمرأة موجودة في حياتنا على طول يعني الحقيقة، بس أثبتت إن هي عندما تحس بالخطر فالمرأة لديها حس أكتر من أي حد تاني. والملحوظ كمان إن كبار السن كانوا صورة رائعة الحقيقة. صورة رائعة الحقيقة يعني كبار السن دول المفروض إن هم يعني اللي رايح بعكاز واللي رايح ماشي، فالحقيقه يعني طبعا ده منظر، والمعوقين يعني ده حاجه يعني جميله جدا، صور رائعه. طبعا الشباب عدد كبير جدا جدا طبعا نزل، وان شاء الله النسبه هتبقى باذن الله مبهره. طبعا انا عايز بس اقول لحضرتك ان عالميا ان دايما نسبه الحضور في الاستفتاءات اقل دائما من الانتخابات. فاحنا المعدل العالمي المعدل العالمي في الاستفتاءات لا يتعدى من 30 ل 40% نسبة الحضور. لكن احنا ان شاء الله باذن الله انا اتوقع ان احنا نسبة الحضور هتعدي من 55 ل 60. يا رب يعني ان شاء الله. والنتيجة هتكون اعلى. النتيجة ان شاء الله هتعدي فوق ال 85% ان شاء الله. ان شاء الله. اسمح لنا واسمح يعني ناخد مشاهدينا ونروح لجنوب الصعيد وزميلنا ومراسلنا هناك عصام محمود عصام محمود. الو تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيفك الكريم. اهلا بيك، وقول لي الاخبار في جنوب الصعيد ايه؟ طمنا. يعني عايز اقول لحضرتك ان المؤشرات الاوليه بتؤكد تماما ان ابناء الصعيد قالوا نعم للدستور. يمكن عايز اسجل واتوقف عند ريكورد او رقم قياسي تحقق في محافظه سوهاج، وهو 7 لجان في قريه بيت داوود تابع لمركز جرجا بمحافظه سوهاج، جميعهم قالوا نعم للدستور بنسبه 100% من المصوتين. هي اللجان رقم 58 و59 و60 و61 و62 و63 و64، 7500 صوت من 7500 صوت كلهم قالوا نعم للدستور. باستثناء ذلك عايز اقول لك ان نسب قليله جدا قالت لا. يعني على سبيل المثال الثانويه بنات بصمه 1863 نعم مقابل 59 لا. جميل. ايضا مدرسه الشهداء بمركز العشرات 559 قالوا نعم مقابل 17 قالوا لا. جميل. يعني انت طمنتنا كده يا عصام ان كان في اقبال كبير جدا من اهل الصعيد خلال اليومين. انا بشكرك جدا وهنرجع لك مره ثانيه عشان نحاول نعرف منك النتيجه الاجماليه باذن الله. بشكرك جدا زميلنا ومراسلنا في جنوب الصعيد عصام محمود. يمكن عمليه الفرز زي ما حضرتك شفنا سياده اللواء هي عمليه دقيقه جدا وفيها شفافيه ومفيش مجال للتزوير الحقيقه، وكان في رقابة من منظمات دولية ومنظمات محلية مصرية. عايز أعرف من حضرتك برضو الإجراءات بشكل مبسط، إجراءات الفرز اللي بيقوم بيها القاضي إزاي برضو عشان مشاهدينا يبقوا معانا في الصورة. هو الإجراءات بتتم بعد انتهاء التصويت. بيقوم رئيس اللجنة بالتعاون مع الموظفين بتوعه بفرز الأصوات، وبيطلع الموافق على جنب والمش موافق على جنب والباطل على جنب، وبيتم بعد الانتهاء بيتعمل محضر ويمضى عليه وبيبلغ بيه مبدئيا بيبلغوا عن طريق رساله بالكود على التليفون للجنه اللي هو العامه اللي تابع ليها. وبعد كده بياخد المحضر بتاعه ويطلع بالصناديق بلجنه التامين على اللجنه العامه، وتجمع كل اللجان العامه في كل محافظه. وبعدين تبتدي كل اللجنه العامه تجمع وبعدين تودي للجنه
العليا للانتخابات. تمام. معانا على التليفون سيادة المستشار أحمد عبد الفتاح رئيس لجنة سهرجة الكبرى من ميت غمر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. طمنا كده على نتائج الفرز الأولية إيه يا سيادة المستشار؟ نتائج الفرز الأولية بالنسبة اللجنة رقم 139 في قرية سهرجة الكبرى. أيوة فندم. إجمالي الناخبين 1894. أيوة. بالإضافة إلى إجمالي الناخبين من أعضاء اللجنة طبقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات 4. وبنتيجة الفرز اللي انت مخلصنا حالا دلوقتي عدد الموافقون على الدستور 939. عدد الغير موافقين بالنسبه للجنه اللي انا قلتها لحضرتك. وبالنسبه للجنه 140 اجمالي الناخبين فيها 1894. ايوه فعلا. بالاضافه الى اجمالي الناخبين لاعضاء اللجنه ونتيجه الفرز للجنه 140 عدد الموافقين 1082. عدد الغير موافقين 5. ايوه. بالنسبه للجنه الثالثه لجنه 141 اجمالي عدد الناخبين 1896. واجمالي الناخبين لاعضاء اللجنه طبقا لقرار اللجنه العليا للانتخابات 2. ونتيجه الفرز للجنه 141 عدد الموافقين 1035. وعدد الغير موافقين 17. شكرا، بشكر جدا سيادة المستشار احمد عبد الفتاح رئيس لجنه سهرجة الكبرى بميت غمر. بشكرك جدا، ويعني بنقول نتائج جميله الحقيقه ونسبه عاليه جدا. الموافقه نسبه عاليه من اهل سهرجة الكبرى في ميت غمر. يعني انا اتوقع ان نسبه التصويت يعني نسبه هتتعدى نسبه الموافقه هتتعدى 85%. ان شاء الله. ان شاء الله يعني هتعدى نسبه 85%. ده الشعب وعى، الشعب واعي يا جماعه، واعي. لا تراهنوا على جهل الشعب، راهنوا على وعي الشعب. على وعي الشعب. اكيد حضرتك برضو يعني من خلال متابعتك شفت اداء الشرطه ايه النهارده في اللجان، و يعني برضو لو ليك لحضرتك اي ملاحظات ايجابيه او سلبيه نحب برضو. لا هو الحقيقه الشرطه يعني من خلال متابعتي الدقيقه وانا من امبارح ومن اول امبارح وانا بتابع بدقه يعني الحقيقه يعني. ورحت بلدنا وتابعت على الطبيعه من الاول من بالليل ومن اول يوم الصبح بدري، ورجعت على مصر عشان نتابع. بلد حضرتك ايه؟ الزوير مركز شبين كوم منوفيه. اهلا وسهلا. والمنوفيه الحقيقه من اكثر وعلى فكره انا لبست هناك كان فيها اصوات كبيره وكان في تواجد للناخبين فيها كتير واقبال كبير جدا. وعلى فكره المنوفيه من المتوقع ان تكون المحافظه الاولى في نسبة التصويت ونسبة الموافقة على تمام. دائما سباقة يعني دائما. النتائج الأولية كانت الشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية ان دي فوق 60% ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فالشرطة من الحقيقة من قبلها وادائها رائع جدا، واحنا يمكن شفنا المناظر اللي جت وفي اللي احنا شفناها على الطبيعة في الشارع. احنا كنا بنلف على اللجان والحاجات دي وبنشوف ان الشرطة بتحاول تساعد الناس ازاي، بتاخد الناس في حضنها، بتاخد الناس اللي تعبانين وتوصلهم، بتحسم وقت ما يكون مطلوب الحسم لما يكون في محاولة تعطيل اللجان بتاخد إجراء حاسم. فأنا أحيي مرة أخرى رجال الشرطة على أدائهم ومزيد من النجاح إن شاء الله. تمام. برضو موضوع ان في حرم اللجنه الانتخابيه 200 متر ده برضو كان في تامين جيد للمواطنين. تمام. وامان واحساس بالطمانينه يعني. تمام. والتواجد الامني بشكل كبير. التواجد الامني كان من قبل من ليله من الساعه 2 يوم قبل الانتخابات بيوم من الساعه 2 ومعمول الحرم ومعمول كل الاجراءات الكامله للتامين. تمام. يمكن حضرتك طبعا يعني النتيجه هتظهر قريبا، لكن برضو من ضمن الحاجات اللي تابعناها الحقيقه ويمكن كانت جديده علينا احنا كمصريين او ما سمعناش عنها كتير قبل كده، قوات التدخل السريع.
برضو حضرتك تقول لنا طبيعة القوات دي ايه ودورها ايه بالظبط الى جانب التواجد الامني؟ القوات الانتشار السريع. طيب قبل ما نعرف اجابة السؤال عن قوات التدخل السريع، ما زلنا طبعا معاكم بنتابع نتائج الفرز، ومعانا تليفون من سيادة المستشار ممدوح ويليام رئيس لجنة رود الفرج. اهلا بيك يا سيادة المستشار. اهلا وسهلا يا فندم. طمنا يا فندم كده على النتائج الاولية. يعني الحقيقة نتائج مبشرة جدا. الحقيقة الواحد أول مرة يشوف الشعب المصري مجتمع على حاجة. يعني نسبة الموافقة تكاد تكون أكثر من 99%، ونسبة التصويت تعتبر إلى حد كبير نسبة كويسة جدا مقارنة بالاستفتاءات والانتخابات اللي تمت في مصر في السنوات الماضية. فالحقيقة يعني الأخبار مبشرة بإذن الله ان شاء الله. يعني في نتائج او ارقام حضرتك تحب تقولها لنا، او نسب تقريبيه كده برضو عشان نطمئن؟ يعني هو الحقيقه انا يعني ما اقدرش اقول لحضرتك نسب ارقام على وجه العموم. يعني انا بشوف نسب مئويه، مش عايزين ارقام يعني محدده. انا بقول لحضرتك انا بشوف المساله من خلال اللجنه اللي انا كنت باشرف برئاستها، لكن بخلاف كده انا ما اقدرش احدد. لكن فيما يتعلق بلجنتي برغم ان هي كانت طب لجنتك يا فندم، لجنتك نسبتها ايه؟ يعني هي برغم ان هي كانت لجنه سيدات وكان معظمهم من كبار السن، الا ان كانت نسبه التصويت فقط 50% فيها. جميل. ونسبه الموافقه تعدت 99%. رائع. نسبة الموافقة عدت 99%. بشكرك جدا سيادة المستشار ممدوح ويليام رئيس لجنة رود الفرج. نرجع بقى لسؤالنا وعن قوات التدخل السريع. قوات التدخل السريع أنشأتها الوزارة الحقيقة هي يمكن مش أول مرة تعملها. عملتها في أحداث قبل كده، لكن المرة دي اتعملت على مستوى أعلى وبكمية أكبر على أساس ان هي تبقى منتشره على مستوى الجمهوريه. دورها ايه بقى؟ الحقيقه هي قوه مسلحه على تسليح عالي جدا، مدربه تدريب عالي جدا، بسيارات حديثه جدا، قادره على التحرك بسرعه لاماكن اماكن الشغب او اللي يحتمل حدوث مشاكل فيها. ومعمول لها خطه للتحرك على مستوى الجمهوريه. وكل محافظه وكل مديريه امن عامله قوه الانتشار السريع بتاعتها اللي بتدخل وقت الخطر. وفي نفس الوقت قوه الانتشار السريع دي هتؤمن نهايه العمليه الانتخابيه في حاله نقل الصناديق ونقل يعني النتائج. هيقوموا بالمهمه دي بالظبط. هم كانوا موجودين وهم كانوا بيتدخلوا وقت الخطر. الزي الرسمي ليهم يعني الحقيقه يعني هو الشكل اهوت جميل الحقيقه على مستوى عالي ومستوى وشكلا وموضوعا. دول كانوا بيتدخلوا وقت الخطر، ودول اللي هيخلصوا العمليه بتاعت الانتخاب في امان وسلام. يعني دول مسؤولين عن تامين صناديق، لان طبعا كان في معلومات ان في بعض اجهزه ان في بعض ناس هتتدخل، بعض هيسيروا الشغب اثناء ويهاجموا لجان اثناء الفرز مش اثناء التصويت. ايوه اثناء هتكون العمليه عدت والامور استقرت كده. هيبتدوا يهاجموا. فطبعا دي القوات دي منتشره وهتؤمن اللجان ضد اي حد يحاول التدخل، وهتؤمن نهايه العمليه الانتخابيه ان شاء الله لغايه الاخر ووصول النتيجه جميل. طيب دول دلوقتي يعني هم دورهم محدد في الاستفتاء على الدستور، وهو تامين عمليه الاستفتاء حتى الانتهاء من الفرز وظهور النتائج ونقل الصناديق. هل القوات دي هتستمر ما بعد الاستفتاء يا فندم؟ لا، دي هيعاد تشغيلها بطريقه اخرى طبقا للمتغيرات الامنيه على الارض. يعني احنا دائما الخطط الامنيه دائما خطط مش ثابته، خطط دائما تواجه الواقع. فهذه سيعاد تشغيلها مره اخرى وتوظيفها طبقا لما يسفر عنه الواقع العملي في الشارع. يا ريت زميلنا هشام العراقي لو في تليفون من احد المسؤولين في حقوق الانسان برضو نعرف العمليه مشيت ازاي النهارده تحت
رقابة المجلس القومي لحقوق الإنسان. ونرجع مرة تانية نقول حضرتك توقعاتك الأمنية إيه في الفترة القادمة؟ يعني هي إن شاء الله ساعات هتنتهي عملية الفرز وهتظهر نتيجة الاستفتاء على الدستور. توقعات حضرتك إيه من الجماعة الإرهابية في الفترة القادمة، يعني خصوصا لو يعني ظهرت النتيجة بنعم، وده طبعا صوت وإرادة المصريين إن شاء الله بإذن الله. طبعا هم يعني لن يكلوا عن المحاولات، لكن واضح خلاص انت يعني احنا في العد التنازلي، ودي يعني الالفاظ يعني الانفاس الاخيره هيحاولوا يوم الجمعه اللي جايه يعملوا شويه دوشه صغيرين كده، لكن هتتصدى لهم. وواضح ان التعليمات التصدي بقوه وحسم، وهذا الموضوع انتهى بنهايه الاستفتاء وظهور النتيجه. سيتم حسم هذا الموضوع تماما، يمكن يقولوا بعض الحركات الانتقامية مثلا، يعني مقدمين على مناسبة أخرى وهي 25 يناير. طبعا إن شاء الله 25 يناير هم كانوا بيعدوا لها من زمان إن هم عايزين يعملوها اعتراض، لكن هي إن شاء الله يوم 25 يناير أنا أتوقع إنه هيبقى احتفالا بالنتيجة، واحتفالا إن شاء الله برئيس مصر القادم إن شاء الله بإذن الله. من أسوان، من صعيد مصر الغالي، معانا زميلنا رجب المطعاني. الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لنا كده اخر اخبار الاستفتاء عندك ايه، والفرز النتائج الاولية اخبارها ايه؟ بالفعل اغلقت اللجان الانتخابات في محافظة اسوان في جو يعني النهارده تسود المودة والمحبة بين المواطنين الحمد لله، وافردت النتائج النهارده عن شيء يعني متوقع، شيء عظيم جدا. عندي بعض اللجان في محافظة اسوان منها لجنة ابو الريش صوتت 390 صوت نعم و10 لا و15 باطل. تمام. ابو الريش دي رقم 12، ورقم 13 برضه صوتت 378 نعم و10 باطل و10 لا و9 باطل. وابو الريش 14 برضه 408 نعم و12 لا و9 باطل. ولجنه ابو سمبل 631 نعم و22 لا. والطونات ادفو 1950 نعم و49 لا. والكوبانيه برضه ادفو 441 نعم و20 لا. جميل. والإدارة الزراعية بإدفو 980 صوت نعم و23 لا. وأخيرا مدرسة بهاريس أسوان 544 نعم و23 لا. والشيء الجميل جدا والرائع النهارده في محافظة أسوان هو النظام اللي كان يعني فعلا من الجيش والأمن والقضاء والمواطنين. منظر رائع جدا جدا في محافظة أسوان من شمالها حتى جنوبها، من ادفو حتى ابو سمبل. طبعا الكل النهارده كان يعني قال كلمته والحمد لله يعني، وكان منظر جميل جميل. قول لي يا استاذ رجب، الاقبال كان من اكثر فئه كان من مين؟ الفئه الشبابيه اللي اعمارها ما بين يعني 20 حتى 35. تمام. كانت دي اكثر فئه مقبله. والشيء الجميل جدا برضو اللي كان ملفت للنظر هو السيدات النهارده. جميل، يعني تواجدهم كان كبير ومتواجدين. بشكرك جدا مراسلنا رجب المطعاني من أسوان. وحضرتك نستكمل حوارنا وبنقول احنا يعني بعد نتيجة الاستفتاء اللي احنا ان شاء الله يعني كلنا امل ان هو يكون نعم على الدستور من اجل استقرار مصر ودفعها للامام مرة اخرى. احنا مقبلين على تواريخ حساسة شوية طبعا على رأسها يوم 25 يناير اللي هو طبعا كان بيعتبر عيد للشرطة وعيد لثورة مصرية وذكرى ثورة الحقيقة شعبية رائعة. أكيد في الفترة دي ما بينها الآن حتى هذه الفترة هيتم بعض طيب نستأذنك. ومعانا الأستاذة تغريد فرغلي عفوا تغريد فهمي وكيل لجنة تقصي الحقائق بحقوق الإنسان. أهلا بيكي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي. يعني بنقول حضرتك كنت متواجدة خلال يومين الاستفتاء في منطقتين مختلفتين تماما. تمام. كانوا فين؟
كنا في مصر الجديدة ومصر القديمة، واحنا بننزل على مستوى الجمهورية في 26 محافظة عامة، بيبقى منها اكتوبر والدقي والبحيرة. يعني شاركنا على مستوى الجمهورية في 26 محافظة. تمام. وانا كنت متواجدة دوركم ايه بالظبط يا استاذة تغريد؟ يعني ايه الدور اللي انتوا بتقوموا بيه بالظبط لما بتكونوا متواجدين في لجنة استفتاء؟ احنا بنكون موجودين لان بنتابع اولا ميعاد فتح وغلق اللجنه، بنطلع على اسماء الناخبين في الكشوف، بنتاكد من وجود الاسماء، بنبقى طبعا يعني بنشوف اي انتهاكات بتبقى في اللجنه، لان عندنا غرفه متابعه بتبقى 24 ساعه وبنبلغ بيها دايما اللجنه العليا للانتخابات باي طبعا اي شيء مش يعني مش مظبوط او بنطلب منهم شكاوي، اي رصد. تمام. رصدتي اي مخالفات او اي تزوير او اي شيء غير عادي في اللجان اللي كنت متواجده فيها؟ لا الحمد لله. بس امبارح طبعا كان تم اغلاق لجنتين في ناهيه وكرداسه لمنع الناخبين للوصول، لكن النهارده الحمد لله كل حاجه كانت كويسه جدا الحمد لله. وجود الجيش كان مشدد جدا والداخليه، وبصراحه حاجه جميله جدا. جميل. لجان الوافدين اخبارها ايه؟ لجان الوافدين في خاطبنا بيها اللجنه العليا عشان نوفر ليهم اللجان هنا في مصر، وبصراحه الساعات الاخيره كانوا مكثفين جدا جدا وكانوا موجودين بشكل قوي، لان كان معظمهم ما يعرفش ان ممكن يتواجد في اي لجنه قريبه ليه يعني. جميل. أستاذة تغريد فهمي وكيل لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشكرك جدا يا فندم على هذه المداخلة، وبنقول يعني صورة جميلة ومشرفة والتزام داخل اللجان وخارج اللجان، وكان هناك في شفافية وما فيش تزوير وما فيش أي شيء مريب يدعو للريبة. يمكن سيادة اللواء 67 لجنة أو عفوا منظمة كانت بتتابع الاستفتاء في مصر، وإلى جانب 6 منظمات دولية أجنبية أيضا شاركت. حضرتك قول لي يعني انت شايف ايه؟ كان ليهم دور مهم؟ طبعا دورهم مهم جدا، عشان اولا ليس لاحد مصلحه في مصر الان ان هو يزور الانتخابات، ليس لاحد انه يفسد العمليه الانتخابيه، واحنا كنا داعيين المجتمع العالمي كله تعالى، كل من قدم طلب جه، واحنا بنشتغل في النور، ما عندناش حاجه نخبيها، وتعالوا شوفوا احنا يعني تواجدهم بالذات في المجلس القومي لحقوق الانسان كان تواجدهم مهم. احنا عايزين تواجد الناس كلها عشان احنا بنشتغل في النور، ما بنعملش حاجه غلط. فعشان كده ولا يس حد، ومن النهارده ما حدش هيعمل حاجه غلط، ولا حد يجرؤ النهارده يعمل حاجه غلط ان شاء الله. انا بس كنت لي عتب على اللجنه العليا للانتخابات. اتفضل. في موضوع لجان الوافدين، كان لابد من تحديد موضوع لجان الوافدين من قبل يوم الانتخابات، واذاعتها واعلانها ونعلنها بمكانها، لكن مش تسيب الناس تتوه وتقعد تدور عليها وبعدين نتزنق وبعدين نزود. لا، الكلام ده يعني احنا عارفين ان الاستفتاء بقالنا كتير، وعارفين ان هنعمل وافدين. كان المفروض ان احنا من قبل الموضوع ومن قبل اللجنه ب3 4 ايام ونقول لجان الوافدين في القاهره هي لجنه كذا وكذا وكذا، ونعلنها في التلفزيون عشان الناس هي العمليه تمت بشكل فعلا يعني يمكن سريع. موضوع لجان الوافدين بس الوافدين بيروح اي لجنه استفتاء وما يلاقيش اسمه، كانوا هم بيوجهوه أنا عايز بالفعل للجنه الخاصه. انا عايز اسهل على المواطن، انا عايز المواطن، مش عايز المواطن رايح يبذل بصوته، مش عايز المعاناه. وليه اللي خليه يعاني؟ لا تمام. يعني وخصوصا الحاجات دي تمام. بسيطه يعني تمام. بسيطة. طيب هنستأذن حضرتك ونخرج لتقرير لمتابعه لجنه شمال القاهره ونعود مره اخرى. لجنه ومعنا المزيد من الايضاح سياده المستشار جمال اسماعيل نائب رئيس اللجنه العامه بدائره رود الفرج. اهلا بك يا سياده المستشار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بدايه سياده المستشار، ما هي المؤشرات الاوليه التي ظهرت الى الان وعدد اللجان التي اتت حتى الان؟ والله يعني بدأت اللجان الفرعية تتوافد على اللجنة العامة، ووصل لغاية دلوقتي حوالي 56 لجنة فرعية. يعني قدرنا ان احنا نحصر اعداد الناخبين بيها، وصل حوالي
وصل الأعداد الصحيحة في اللجان ديت حوالي 46402. الصحيح فيهم الباطل فيهم 433، اللي قالوا نعم 45822، واللي قالوا لا 580. ولسه احنا في انتظار توافد يعني باقي اللجان، لان احنا عندنا في اللجنة العامة حوالي 101 لجنة فرعية. شكرا سيادة المستشار جمال إسماعيل نائب رئيس اللجنة العامة بالانتخابات برود الفرج. كما تابعنا معكم سيادة المستشار أن هناك أيضا ما زالت من اللجان يتوافد حتى هذه اللحظة، ولكن تمكنا من بعض المصادر من الحصول على بعض اللجان في دائرة رود الفرج، منها اللجنة 87 التي تضم عدد حضور 1550 صوتا، صوت بنعم 682 صوتا، وصوت بلا 18 صوتا فقط. أما اللجنة الفرعية رقم 88 التي عدد أصوات بها 1550 صوتا، صوت بنعم 600 صوتا، أما التصويت بلا فكان 8 أصوات. اللجنة الفرعية رقم 89 بدائرة رود الفرج وهي بكتلة تصويتية 1550 صوتا، صوت بنعم 663 صوتا، والتصويت بلا 12 صوتا. أيضا اللجنة رقم 52 بنفس الدائرة وهي كتلة تصويتية 1710 أصوات، من صوت بنعم 686 صوتا، والتصويت بلا هي 10 أصوات فقط. أيضا اللجنة 53 والتي تضم 1770 صوتا، من صوت بنعم 712 صوتا، وكان التصويت بلا 7 أصوات. أيضا اللجنة 23 بنفس الدائرة التي تبلغ الكتلة التصويتية فيها 1635 صوتا، من صوت بنعم فيها 695 صوتا، وتصويت بلا 3 أصوات فقط. اللجنة أيضا 24 كتلة تصويتية فيها 1635 صوتا، وكان التصويت بنعم 695 صوتا، والتصويت بلا هي 7 أصوات. اللجنة 25 بنفس الدائرة كتلة تصويتية 1635 صوتا، من صوت بنعم 695 صوتا، وكان التصويت بلا في هذه اللجنة 7 أصوات. أما اللجنة 27 وهي اللجنة أيضا فرعية بدائرة قسم رود الفرج بكتلة تصويتية 1635 صوتا، من صوت بنعم 601 صوت، ومن صوت بلا 6 أصوات فقط. أخيرا يعني النتيجة النهائية في شبرا ان نسبة التصويت عدت 98%. طبعا هي نسبة التصويت بنعم. شكرا ليك. يعني نسبة التصويت بنعم عدت 98%، يعني نسبة عالية جدا، وبنقول فرز سريع ونتائج سريعة كده بتظهر مطمئنة جدا. طبعا اللي ان شاء الله دي حاجة هتبقى فخر لمصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله. بس الحقيقة انا عايز اقول نقطة كده. لا انا عايز اسال حضرتك على حاجه، وهي التواجد الحزبي في مصر. يعني عندنا ما شاء الله دلوقتي في ديمقراطيه سياسيه وعدد كبير جدا من الاحزاب، لكن تواجد الاحزاب في الموضوع ده، موضوع يعني الاستفتاء على الدستور، بصراحه اتحدى واحد يقول لي 5 احزاب في مصر. الحقيقه هذا الاستفتاء اظهر انه لا قوه حقيقيه لاي حزب من الاحزاب على فعلا الشارع حقيقه يعني. حتى من يدعون انهم قوه موجوده في الشارع وقوه وريثه للاخوان وهم السلفيين وحزب النور، واضح ان هم يعني على الطبيعه احنا اديناهم اكتر من حجمهم، وهم اوهمونا بحجم اكتر من حجمهم. بس هم الحقيقه كان ليهم دور، هم لهم دور يعني دور في لجنه ال50 وكان دور مشرف الحقيقه دور، بس هو دور اعلامي اكتر منه دور حقيقي على الارض. الحقيقه هو الاستفتاء او الانتخابات هي اللي بتظهر انا ليا قوه على الارض وليا قوه حشد وليا تاثير على الناس ولا ماليش تاثير. ممكن اكون ليا تاثير في التلفزيون واطلع انظر واتكلم كويس قوي، لكن لما اجي على الارض واضح ان حتى في المناطق
من متابعه النتائج على مستوى الجمهوريه هتلاقي الاماكن اللي فيها قوه حشد، مفروض كان فيها قوه حشد للسلفيين وحزب النور، نسبه الاقبال فيها ضعيف جدا. طب وضع محافظه يعني حدوديه زي مرسى مطروح، زي اسكندريه في العمريه، زي بعض مناطق في الحدوديه، الحقيقه نسبه الحضور فيها طبعا متدنيه جدا. ده دليل ان يعني شايف حضرتك نسبه الاصوات في مرسى مطروح والاقبال على الاستفتاء ضعيف طبعا رغم ان دي المفروض ده ملعب السلفيين والحزب النور، لكن هل هو ما بذلش مجهود؟ هل هو ملوش تأثير على الناس؟ هل هو ما عندوش قدرة على الحشد؟ هل هو عنده حشد في التلفزيون بس ولا ايه؟ وهو كل الاحزاب اللي على موجوده على الارض الحقيقه. يعني احنا مش بنخص حزب بعينه، ولكن التواجد الحزبي كان ضعيف عشان كده انا بقول ايه، وكان الموضوع معبر عن اراده شعبيه مصريه بالظبط، وعي في الشعب، واحساس بالخطر، واحساس وطني بان المرحله تقتضي. لكن وده لازم يتعمل حسابه في الخطوات القادمه في طريقه الانتخاب. جميل. ما اقعدش بقى اجري ورا الاحزاب واقول القايمه لا يصلح احنا في هذا النظام بقى على انتخابات برلمانيه وانتخابات رئاسيه، لا يصلح لنا في المرحله دي دور اقوى فعلا في الفتره القادمه. لا يصلح لنا في المرحله دي غير الانتخابات الفرديه. الاحزاب ما فيش حزب. هنرجع نتكلم عن الموضوع ده، لكن نخرج في بعيدا عن الاستوديو تقرير خارجي مع مراسلتنا ريهام الشيخ. نحن الآن أثناء عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاستفتاء للدستور. سيادة المستشار، أعرف بس من حضرتك المعايير اللي بيتم عليها للفرز. بنشوف الموافق مش موافق أو باطل. نشوف الصوت الموافق بيتجمع، والصوت الغير موافق بيتجمع، والصوت الباطل بيتجمع، وبناء عليه بنطلع النسبة. نحن الآن في نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي سيكون نقطة فاصلة لفترة عصيبة شهدتها مصر. ريهام الشيخ، قناة القاهرة، التلفزيون المصري. ونرجع مرة تانية وبنقول يعني عرس ديمقراطي الحقيقة، وصورة جميلة قدمها الشعب المصري للعالم كله وللإرهاب. كان يعني ضربة قاسية للإرهاب والتطرف اللي كان وللعالم، عشان ما بقولش بقى انقلاب تاني. ما فيش انقلاب بقى، ما فيش بقى انقلاب خالص. الانقلاب ده كان بدعة من فئة معينة عايزة تروج ليها، لكن طبعا مش دي الحقيقة أبدا. حضرتك شايف الحياة السياسية في مصر في الفترة القادمة بعد إن شاء الله ما تظهر نتيجة الاستفتاء على الدستور، وكلنا أمل بإذن الله أنها تكون نعم، شايف الحياة السياسية هيبقى شكلها إيه؟ إن شاء الله أنا أتوقع بعد إعلان النتيجة مباشرة هيطلع قرارات بقوانين من رئيس الجمهورية بتخطيط المرحلة اللي جاية، بدءا من الانتخابات الرئاسية. وأنا أتوقع ومع كثيرين أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تسبق الانتخابات البرلمانية، وده هيكون في غضون شهرين 3 أشهر ماكسيموم. لازم يكون عندنا رئيس جمهورية، لأن الوقت لا يحتمل، يعني حال البلد لا يحتمل ان احنا نمشي في هذا. يعني حضرتك شايف ان هتكون الانتخابات الرئاسيه اولا ويليها بعد ذلك الانتخابات البرلمانيه، لان احنا الحقيقه الايقاع في مصر عايز يتظبط، عايز يبقى في رئيس يظبط الايقاع. في مش
عايز يتظبط. فلابد من انتخابات رئاسيه. وجود رئيس هيظبط الايقاع اقوى بالظبط. هيظبط الايقاع، يعني رئيس هيجيب برلمان، هيجيب حكومه دايمه قويه ما بتخافش، في تنسيق كامل، والاجهزه تبتدي تشتغل كلها وبتعزف لحن واحد. جميل. وبعد كده نعمل الانتخابات البرلمانيه. وانا كنت يمكن افضل من يعني الشكل اللي باين في الاستفتاء، ما فيش احزاب على السطح. فاحنا طبعا يعني المفروض ان احنا نتجه ناحيه مبدئيا صحيح الانتخابات بالقايمه دي حاجه معقوله، لكن دي عايزه لما نتقدم شويه يبقى عندنا احزاب قويه. يعني حضرتك شايف احنا عندنا 84 حزب. الحاليه اللي بنعيشها في مصر دلوقتي وشكل الحياه السياسيه في مصر، ان احنا الانتخابات البرلمانيه هتبقى افضل لمصر، والوضع الحالي الانتخابات الفرديه. بالظبط، هي دي اللي نبني عليها، لان احنا عندنا 84 حزب اسامي. يعني اتحدى واحد يقول لي 10 من ال 84. فهم موجودين الحقيقه ديكور. تمام. فمش عايزين احنا عايزين الاحزاب تعيد تشكيل نفسها من جديد. يعني عايزين الحياه المصريه تعاد تشكيلها من جديد بعد الانتخابات البرلمانيه، تفرز ان شاء الله. هي دي اللي تفرز، يبنى على الانتخابات البرلمانيه احزاب جديده. ويا ريت الاحزاب تعيد النظر في الاندماج. لا خلاص يعني المواطن المصري اصبح خبير سياسه. النهارده يعني هيعرف يختار مين وعايز مين، ومين البرنامج يناسبه، هيحقق له فعلا اماله وطموحاته من المرشحين. فهيكون اختيار ذكي واختيار موضوعي جدا جدا. ما يبقاش الديمقراطي الوطني واحد يقول لا ده الوطن الديمقراطي هو يعني هي نفس القصه. تمام يا فندم. اسمحوا لي اشكر ضيفي النهارده سياده اللواء محمد نجم الخبير الامني. نورتنا يا فندم النهارده وسعدنا بوجودك ومشاركتنا لعرس ديمقراطي والاستفتاء على الدستور. وبنشكر طبعا كل مراسلينا الحقيقه قاموا بدور جميل جدا جدا وقدموا لنا يعني صوره حيه من داخل لجان الاستفتاء على الدستور. وبنشكر طبعا الاداره العامه للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللي دايما بتدعمنا بكل التقارير وكل المواد 1000% اللي بنطلبها. وبنشكر طبعا أسرة البرنامج، المخرج هشام العراقي والمخرج وسام إبراهيم، وتحياتي عبير محمود، وعاشت مصر، وإلى اللقاء. أشكرك.